اليوم جيت باش نشارك قصتي معاكم. أنا متزوجة من 8 شهور. ماما هي كلش في حياتي، ما عندها حتى واحد من غيري، حيث بابا طلقها أنا مازلني صغيرة 6 شهور، ما شفتوش غير في الصور. حتى في العرس تاعي ما جاش، عايش حياته ما اهتمش بيا. ماما بحالها بحال أي أم، كتجيني كل أسبوع غير ساعة ولا زوج، هذا الشي كامل باش تطمئن عليا وتمشي. باقي عايشة بوحدها، فراقي جاه صعيب الماما وحتى لي أنا جاني صعيب عليها، وزيد عليها كتعطيني الحوايج اللي محتاجهم في الدار وحتى الفلوس. كتعطيني رجلي كيغير من ماما، ما بغاش تجي عندي، لا تهضر معايا في التليفون ولا تجي لداري. طلبت منه يسمح لي نمشي لعندها كل سيمانة نهار واحد، رفض وقال لي لا. انا بصراحة ما قدرتش نقول لماما ما تجينيش، هدرت معاه بزاف وباقي مصر، وبديت نحس ان عجوزتي هي اللي كتحرشو، حيث عايشين في الدار وحده. كل مرة كنشوف ماما كتقول لي ماماك مدلعاتك، كتعطيك كل شهر، غادي تولي محتاجاش لراجلك، مع اني كنوزع كلش عليهم. ماما الحمد لله حالتها المادية مليحة، ورثات من جدي مبلغ كبير. المهم عجوزتي سخنت رجلي بزاف، حتى ولا يعامل ماما بطريقة خايبة. قبل أسبوع قال لي ماماك ما تبقاش تجي ولا انتي تمشي عندها. قلت ليه هذه ماما ربيتني وضحات عليا، أنا باش نرد ليها الجميل نقول له يا ماما أو رجلي ما حبش يجي لعندي؟ قال لي هدرتي ما تتعاودش، مشى وخلاني. عجوزتي ما نزلتش عندها، دارها لدارها، وقال لي علاه ما نزلتيش عند ماما؟ قلت له ليه بحال ما درتي مع ماما، حتى انا ما غاديش نخدم ماماك، عندها بناتها ونسى ولادها، اما ماما عندها حتى واحد من غيري. ماما جات عندي من يومين ورجلي تعامل معها بطريقة مش مليحة، ناضي يغوث في الدار وهي كتسمع كيقول لي انا رجلك وماماك ما تدخلش لدارنا الا باذن ديالي، وانا نشوف واش نخليها تدخل ولا لا. ماما سمعته وخرج لعندها للصالون وقالها ما تجيش هنا ثاني. وماما قالت لي علاش يا وليدي، انا كنعتبرك بحال ولدي، واش درت شي حاجه؟ قالها ما درتي والو، غير ما تبقايش تجي. انا تصدمت، قلت ليه كيفاش تهين ماما بهذه الطريقه؟ وعلاه واش دارت لك ماما باش تهينها بهذه الطريقه؟ انا نقلب عليك الدنيا كامله الا قرب شي حد من ماما هذه تجي والاخت من برا. ديالي، حتى انتي. سبني وضربني، وماما خرجات كتبكي في الدروج. مسكينة وحده في الدار تبعتها، والف هو. قال لي إلا خرجتي من الدار راكي مطلقة. قلت ليه أنا اللي ما بغاش نعيش معاك، طلقني، وإذا ما طلقتنيش غادي نرفع عليك دعوة طلاق. مشيت ودرت محضر على الضرب، حيث والله وليت نكره، وليت عييت. هو ما بقى عندي لا محبة لا خاطر لا احترام ليه. شابة. ماما من ذاك النهار مرضات وكتقول لي أنا اللي ضيعت ليك حياتك. دابا غادي يقولوا الأم هي اللي خرجت بنتها على حياتها، وغادي تولي مطلقة بحالي. إذا كنت عارفة أن رجلك ما بغانيش وما كنتش جيت، وأنا
وانا كنحس بالذنب وكتقول لي رجعي لراجلك، ولكن انا مستحيل نرجع لواحد السيد دار لماما هاك. لان ماما ما عندها وحده ما عندها وحده من غيري. بحال هاك انا باغيه نعرف حاجه برك، نصحوني في حاجه برك. واش انا اللي غلطه؟ واش انا اللي تصرفت معاه بالغلط؟ واش انا اللي كرهت له حياته؟ قولي اخواتي حاجه، انا واش درت له؟ علاش دار لي هذا كامل؟ علاه؟ انا ما درت له غير الخير. انا نقول لكم حاجه، اللي يكره ماما، لان ما عندي في الدنيا هذه غير ماما، هي السند تاعي. اللي كرهتها، اللي كرهها، ما غاديش انا نقدر نعيش معها. هذه حكايه تاع ايمان صاحبتي، هي اللي روتها وقالت لي احكيها مع بنات صاحباتك. مع المشاهدين الكرام، ان شاء الله